السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيفاش راكم؟ نتمنى باش تكونوا في أحسن حال. كما راكم تلاحظوا اليوم حبيت نشارك معكم عجينة، يعني عجينة تقليدية بالسميد والفرينة. خدمت بها كما راكم تلاحظوا مسمن ومحاجب، يجي بزاف مورق. يعني نديكوها بالطريقة التقليدية ونخبزوها بالطريقة التقليدية، تعطيكم سمن كما راكم تلاحظوا فيه الرقيق كما الديول، وتلقاوه من الداخل المورق بزاف طري وهايل. والمحاجب كما هكذايا متخشخين بالتشكشوكه هكذايا حار الله الله. وصفة تقليدية نتمنى باش تجربوها على طريقتي. على كل حال هي الطريقة التقليدية اللي خدموا بها كامل، تعجبكم تتمتعوا بها مع الأسرة تاعكم. راكم تلاحظوا في المسمن كيفاش مورق، وهذو المحاجب بالتشكشوكه التقليدية يعني بصل وطماطيش كما راكم تلاحظوا فيهم. هذو هما المحاجب تاعنا، نتمنى باش تجربوهم وتتمتعوا بهم مع الأسرة تاعكم. ونبداو مع المكونات. عندي دائما نديرو في هذاك الغربال اللي يشد شويه هذاك السميد الحرش، نديرو فيه 3 أكواب سميد ناعم. راكم تلاحظوا فيه يكون سميد ناعم، ومع ذلك كي نغربلوه نلقاو فيه شويه هكذايا سميد حرش نحوه. راكم تلاحظوا فيه كيفاش هذاك اللي يجي شويه حرش نحوه. انا استعملت 3 أكواب سميد ناعم، السميد نتاع ماما على كل حال. هكذايا نحو هذاك الحرش، راكم تلاحظوا فيه كيفاش بان لكم باللي شويه حرش هذا نحوه. ونديرو 2 أكواب فرينة، تقدروا ديروا كوب على حسب السميد. على كل حال كان السميد تاعكم شباب تقدروا تستغناو كامل على الفرينة، ولا كان السميد تاعكم شويه شويه ضيفوا له الفرينة باش كي نخبزوه كيما هكذايا ما يتقطعناش العجين. هذا مكان ملعقة صغيرة مملوءة ملح. العجينة التقليدية ما فيها والو، ماء والملح والسميد. على كل حال وحنا نضيفوا الفرينة باش نعاونوها في مادة الغلوتين. نتجمعوها بالماء بارد، يعني ماشي بارد قصدي، ماء من الحنفية، ماء عادي. الكوب الأول، الكوب الثاني. دائما نديرو بالتدريج. العجينة تاعنا ما تكونش طرية بزاف باش نقدروا ندلكوها، تكون يعني عجينة متماسكة. نجمعوا العجينة تاعنا كيما هكذا. هذا اللي بقى لي من الكوب، يعني استعملت كوب، والكوب الثاني ديت منه يعني فوق النصف شويه. نحطو امامنا وعاء كيما هكذا يكون واسع باش نديرو يدنا في الماء وندلكو كيما هكذا. نبقاو ندلكو فيها فوق سطح العمل باش يساعدنا، والا نحطو الجفنه في الارض وندلكو عادي كيما تحبوا نتوما. المهم ندلكوها بالطريقه التقليديه، نبقاو ندلكو كيما هكذا. ومن ذاك نشمخو يدنا في الماء، فقط نديرو يدنا هكذا في الماء ونفدوها، ما نفدوش فيها الماء باش تكون هكذا تندي العجينه ويولي هذاك السميد يتشرب بالتدريج حتى تولي تطرطق معنا. كتلاحظوا فيها واحد الفوقات نتوقفوا. كما تلاحظوا في العجينه تاعنا كيفاش رجعت لينه، نديروها في كيس. هذا راح يزيد يساعدها باش تكون العجينه تاعنا احسن. خلوها حوالي ساعه ترتاح. نروحوا نحضروا التكتوكه تاعنا. عندي البصل، استعملت 3 حبات بصل كبيره. نديروا معاه شويه زيت، ما نكثروش الزيت بزاف باش ما يجوش الحاجب تاعنا يقهموا. نديروا معاها الملح، نصف ملعقه صغيره ملح. نخلطوها ونغطوها ونخلوه حتى يذبل البصل تاعنا. كما راكم تلاحظوا بعد ما ذبل البصل تاعنا نضيفوا له الطماطم والهريسه. الهريسه نتوما تحكموا في الكميه تاع الهريسه. انا ما كثرتش بزاف لانه هذه الهريسه اللي عندي بزاف قاصحه. درت معها شويه فلفل اسود، شويه يعني ملعقه صغيره بابريكا يعني فلفله حمراء حلوه، وشويه وملعقه طماطم مصبره او نصف ملعقه على حسب الطماطم اللي كانت عندكم، اسكو حمراء ولا لا. ونقصوا لها ونخلوها حتى تذبل الطماطم وتنشف كامل. نطفوا عليها ونخلوها تبرد، من بعد نطحنوها شويه. انا حبيت نديرها كما اللي يبيعوها في برا، يعني يطحنوها شويه يمكسوها شويه، ما تبقاش هكذا كي البصل باين. يطحنوها شويه هكذا يدقدق شويه فقط. رجعنا للعجينه تاعنا كما راكم تلاحظوا فيها. العجينه تاعنا راهي هايله، تلقاوها هكذايا. كنت تلاحظوا في الفقاعات اللي داروا فيها. نقرصوها كما هكذايا، نديروا يدنا في الزيت ونقطعوها، نديروها كرات في الحجم اللي تحبوه انتم على كل حال. لانه حندير نص مسمن
كيما هكذا. الصينيه دائما دهناها بالزيت كيما لاحظتوا. كملتهم كيما هكذا، نص نديرو محاجب ونص مسمن. غطيها بكيس باش ما تنشفش، خليتها ترتاح 10 دقائق، من بعد رجعت ليها. ندهنوا سطح العمل تاعنا بالزيت لازم، ونبقاو نفتحوا في العجينه تاعنا. راكم تلاحظوا في العجينه تاعنا ما تتقطعش كامل لانه عاوناها بالفارينه. حاولوا نفتحوها رقيقه. هذو حنا نخدموا بهم مسمن، نديروها رقيقه مليح، نرشوا عليها شويه زيت ونطووها. كيما هكذا، ونحط نرجعوها في الصينيه تاعنا، نخدموهم بنفس الطريقه كامل. من بعد باش نرجعوا نطيبوهم حتى يرتاحوا، ونقدروا يعني نخبزوهم باش يساعدونا. كيما هكذا كملت فتحتها كامل. كاين بزاف اللي يديروا هذه الطريقه، حبيت نشاركها معكم، تعطي واحد البنه بزاف هايله. هذه مرقارين، على كل حال تكون مرقارين طريه. نديروها كيما هكذا، نقطعوا شويه ونديروها هكذا فوق العجينه، ونديروا شويه زيت، تلقاو المسمن تاعكم يجي هكذايا بزاف فيها رائحه تاع المرقارين، يجي بزاف هايل. والا تذوبوها وتخبزوا بها مع الزيت عادي. كملتهم كامل بنفس الطريقه، حطيتهم في الصينيه تاعنا، غطيتهم بالكيس باش ما ينشفوش. من بعد رجعنا للأولى كامل اللي فتحناها، حطينا الطاجين فوق النار، تكون نار متوسطة. نفتحوها كيما هكذا، ولا تستعملوا ورق الزبدة من الأسفل وترفدوها به باش تساعدكم كيما تحبوا. كيما هكذا نحطوها في الطاجين، نرشوا عليها شوية تاع زيت ونخلوها طيب. هو من الأفضل يعني الواحد كي يخدم حاجة كيما هكذا يطيبها على الطابونة، ولكن أنا من أجل التصوير نخدم هكذا فوق الكويزينيير. الكويزينيير ماشي مليح لأنه تطيب في الوسط فقط، ومع الأطراف لازم نبقى هكذا نحول فيها كامل باش تطيب. ولكن من الافضل نخدموها فوق الطابونه حتى تساعدنا الطيبه لا مره. كيما هكذا نبداوهم كامل هكذايا، نديروا عليها شويه زيت، رشه خفيفه فقط، من بعد نقلبوها. دائما كنقلبوها، نرشوا عليها شويه زيت. كملتهم كامل بنفس الطريقه. من بعد رجعنا للمحاجب نتوعنا. كما كنت تلاحظوا هذيك التشكشوكه انا طحنتها شويه بالبرا، ما خليتش بصل هكذاك باين، يعني طحنته شويه ماشي بزاف، هكا بقى شويه مدقدق. كما كنت تلاحظوا فتحناها، نديروا الحشو في الوسط ونطوي عليها ونفدوها. تقدروا تفتحوها على ورق الزبده، ولا تفتحوا مباشره كيما هكذايا وترفدوها. كما تلاحظوا كيفاش تتنبل، يجوا بزاف هايلين على الطريقه التقليديه. يعني ما كاش وصفه تعجبني كما الحاجه اللي نخدمها على الطريقه التقليديه، تجي عندها بنه هايله هكذا، ويجوا طريين ومتشخشخين هكذا بالتكتوكه تاع بصل وطوماطيش وحريورين هكذا، بزاف يعجبوكم. كيما هكذا نفتحوهم. دائما كي نحطوها فوق الطاجين نبقاو كيما هكذا نتحفوها بيدنا. كي نشوفوها كيما هذا اللون تاعها هكذا نقلبوها. كم تلاحظوا هذا هو المسمن تاعنا. يعني انا قسمته، درت هكذايا نص مسمن ونص محاجب. المحاجب هذو اللي بقاو لي فقط لانه الباقيين كانوا كلاوهم. راكم تلاحظوا في المسمن تاعنا كيفاش رقيق كيما الديول، وتلقاوه من الداخل هكذايا مورق ويجي بزاف هايل. مع قهوه حليب هكذا مع الصباح، شحال يعجبني هكذايا مسمن مع قهوه حليب تاع الصباح. هذا هو المسمن تاعنا كما كنتم تلاحظوا فيه. والمحاجب هذا هو ما خدمتهم معكم على الطريقه التقليديه بالتكتوكه التقليديه. يعني ما ضفت من عندي والو، شاركت معكم الطريقه التقليديه، نتمنى باش تعجبكم. راكم تلاحظوا فيهم كيفاش معمرين هكذا بالتكتوكه، وبزاف بنان، جو بزاف بنان. نلتقي معكم في وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش خياتي بالاعجاب، بارطاجوا الفيديو مع صديقاتكم.
لتعم الفائدة. دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.